أنهى الظهير الأيسر لنادي التروة الفرنسي ياسر العروسي الجدل الدائر بخصوص مستقبله الدولي بإعطاء مؤشرات قوية باختياره اللاعب مع الجزائر بلده الأصلي، بعد أن كانت التكهنات حاصرة قراره النهائي في وقت سابق. ولو أنه كان أعطى أيضا في وقت سابق رسالة قوية تبرز تعلقه بالجزائر. آخرها كان اختياره الرقم 39 مع نادي تروى لأنه يرمز إلى الولاية التي ينحدر منها، وهي ولاية الوادي. ونشرت السبت صورة من داخل غرفة ملابسه نادي التروى الفرنسي، ويظهر في الصورة باسم ياسر العروسي إلى جانبه علم الجزائر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما خلف موجة تفاعل قوية من طرف الجماهير الجزائرية. ويرى متابعون أن هذه الصورة تمثل مؤشرا لاقتراب اللاعب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي من تمثيل المنتخب الجزائري. ودشن ياسر العروسي 21 عاما مسيرته المهنية رفقة شبان لو هافر الفرنسي في عام 2017، وانضم في العام نفسه إلى ليفربول ليلعب في فريق تحت 18 عاما. وظل العروسي في ليفربول إلى أن انتقل صيف العام الماضي إلى تروا الفرنسي، وشارك الظهير الأيسر الشاب في 12 مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي 2021-2022، كما قدم خلالها كرة حاسمة واحدة، كما شارك في مباراة واحدة من بطولة كأس فرنسا. والجدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد في آخر تصريح له أن الفاف تعمل رفقة الطاقم الفني للمنتخب الوطني على استقطاب أسماء جديدة تدعيم محاربي الصحراء، أسماء جديدة وواعدة خلال الفترة المقبلة.